على كيف كيفك، أطيب دجاج محشي بالفطر والجبنة، تشيكن على كيف أو كوردون بلو، بطريقة كتير طيبة وطعم خرافي. لازم تجربوها لأنه عن جد تستاهل التجربة، أكلة كتير طيبة. دهب عن جد نفسي اللي عم باكلها في المطعم. ايه ايش شو هاد؟ طيب ما احلاها مع الجبنة، يا سلام. يعني سهل كتير ما بدها شي، بس بدك تنتبهوا على ايديكم. رح نجيب هون كيس نايلون، نحطها هيك، وندقة اللحم، كيس نايلون تاني، وندقها بس شوي شوي، يعني مو دق ميكن، على الخفيف بحيث توسع معنا، بس هي الغاية انه تكبر القطعة. شوفوا كيف لسه. رح نقطع هذا المشروم عشان نحطه مع الجبنة في قلب الكوردون. رح نحط هون قطعة الدجاج مثل ما هي، تمام. نحط عليها رشة ملح وبهار أبيض، وراح نحط الجبنة. أنا هي عندي هلأ جبنة موزاريلا، راح نجعلكها هيك ونحطها بالنص، تمام. وراح نحط عليهم هون كم حباية مشروم. أنا راح نكهها بالكاري بس. راح نقفلها بهالشكل هذا، راح نقفل هي عليها هيك شوي شوي، وندقها هيك شوي شوي. طبعا بعد ما ندقها رح ندخلها شوي على الفريزر حتى ترتاح وتضل هيك ماسكة على بعضها مزبوط، وبعدين بنلتهم. هلا رح نعمل الثانية بغير طعم، رح نحط شوية ملح وبهار أبيض، لحوم باردة وحدة هيك، حلو. ورح نحط بقلبها شوية جبنة، تمام. ونقفلها كمان، بس نخلي هدول هيك شوي لجوا عشان تسكر معنا. وندقها هيك نفس الطريقة الأطراف بس. رح نعمل الصوص اللي رح نحطه عليه، وايت صوص عادي رح نعمل. هلا هيك لازم نحمصهم كويس لحتى تروح طعمة الطحين منهم. هلا هذا هيك الزبدة مع الطحين اسمه رو ابيض، لو حمصناه اكتر بصير اسمه رو اسمر. بس تحمص كويس رح ننزل بالحليب. الحليب حتى لو كان بارد ما بأثر، ولازم يتحرك بسرعة عشان ما يكتر. رح نحط لها شوية بهار ابيض ومكعبين ماجي دجاج. لو عنا مرقة دجاج طبعا سلق الفراريج نقدر نحطها، ونحط ملح بدل ماجي. انا طالما حطيت ماجي ما بحط ملح. هلا هيك بعد ما غلت رح نشيلها على جنب ونخليها وقت ما نستخدمها. رح نعمل البانيه. عنا الطحين بدقيق مع الكعك الناعم اللي هو البقسماط، ورح نحط هون بيض تنتين بس، ما رح نكتر. ورح نحط معه شوية حليب، تمام. ونتبلهم بملح وبهار بس، ملح وبهار ابيض.
هلا رح نقلبهم هدول هيك، والبقسماط كمان. هدول بعد ما حطيناهم بالفريزر هلا اخذوا راحتهم تمام. رح نحط اول شي بالطحين، نحطهم كويس بالطحين، وبعدين على البيض، بعد ما نخلصهم لت رح نرجعهم شوي على الفريزر، نكبسهم هيك كويس. هيك لازم ندهنها شوية زيت عشان ندخلها على القلاية الهوائية. رح نحطهم هيك، بسم الله، هيك بهالشكل هذا. نحطها لمدة 20 دقيقة. هلا هيك صاروا تقريبا نص استواء. رح نقلبهم على الجهة الثانية، نرجع ندخلهم مثل ما هن. هلا هيك بعد ما استووا رح نشيلهم. شوفوا هيك ما احلاهم، ممتازين. وبنقدر نقليهم بالزيت العادي، بس انا هيك بلاقيهم اخف شوي، يعني ما بياخدوا زيت كتير مثل التانيات. انا رح اعملهم بطريقة انا بحبها. قطع هاي، شوفوا كيف ما احلاها، هاي وهي الثانية. بس انا بحب عليهم الجبنة زيادة. بعد ما قطعناهم رح نحطهم هون، ونحط عليهم نرجع جبنة وندخلهم شوي على الفرن. الجبنة تاخد لون بس مو اكتر. رح نحط هيك عليها شوية جبنة، ورح نحط شوية صوص هيك على الاطراف. وعلى الفرن. ايه ايش شو هاد؟ طيب ما احلاها مع الجبنة، يا سلام. نحط وحدة هون، وهي الثانية. أكلة رائعة. وهلا بنرجع بنحط لها شوية صوص. أنا بحبها هيك مسقسقة بالصوص والجبن، بلاقيها أطيب. وعامل معها هدول، شوفوا ما أحلاها. رائعة، جربوها بهالطريقة هاي بإذن الله بتعجبكم. خلينا ندوق نشوف الترتيب. دهب عن جد، نفس اللي عم باكلها في المطعم، نفس طريقة المطاعم، وبطعم خرافي، تستاهل التجربة. على فكرة أنا عامل صفحة على الفيس وعلى الانستا وعلى اليوتيوب، اللي حب الوجبات وحب الطريقة يدعمنا فيهم، وإن شاء الله بتشوفوا وجبات كتير طيبة وكتير لذيذة. سلامات.